السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يا رب تكونوا بخير. يلا بقى بينا هنعمل النهاردة وصفة حلوة قوي 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 من نواعم العيد. تمام، يعني ناس كتيرة قوي بتفشل معاهم وبتطلع مش مظبوطة، بس بعد الفيديو دوت لو عملتيها بالطريقة دي هتبقي محترفة فيها وهتطلع معاكي أحسن من الجاهزة بكتير. دلوقتي هشتغل بسمنة بلدي. تمام، حابه تشتغلي بسمنه نباتي تمام، حابه تشتغلي بزبده تمام. تمام، الماده الدهنيه اللي انت تفضليها اشتغلي بيها. اشتغلي بالماده الدهنيه اللي انت تفضليها او اللي انت حابه تستخدميها. انا هنزل ب3 كوبايات من السمنه البلدي، عليهم كوبايه ونص من السكر. بس قبل ما اكمل بقى باقي الوصفات، هي الوصفه بتاعتنا المكونات بتاعتها مش كتير. هننزل دلوقتي نصلي على النبي في كومنت وندعي لاخواتنا في غزة ان ربنا يعدي الكرب ده على خير وينصرهم نصرا عزيزا يتعجب له اهل السماوات والارض ويرحم امواتهم واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. بعد ما نزلت ب3 كوبايات من السمنه البلدي هحط عليها كوبايه ونص من السكر. تمام كده، وهضربهم بقى كويس قوي بمضرب البيض. عندك عجان اضربيهم بالعجان، مش عندك عجان اضربيهم بالمضرب الكهربائي. بس اهم حاجة انك تشتغلي بمضرب او عجان عشان خاطر لو ايدك مش هتديكي نفس النتيجة، ولو مضرب يدوي برضو مش هيديكي نفس النتيجة، هتاخدي وقت طويل قوي تضربي فيه على ما يديكي القوام اللي انت مستنياه، القوام اللي هتشوفيه دلوقتي معايا في الفيديو. تمام كده، انا هضرب فيهم لحد، شايفين السمنة دي لونها اصفر ازاي؟ يعني السمنة لونها اصفر اصفر، يعني هتشوفوها دلوقتي لونها هيبيض قوي، لونها هيفتح وقوامها هيتقل اكتر من كده بكتير. تمام، هفضل اضرب فيها بقى بالشكل دوت كده لحد ما لونها هيفتح بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا قوامها تقل ازاي، بقى عامل زي قوام الكريم شانتيه بس خفيف شوية عن قوام الكريم شانتيه، اخف من قوام الكريم شانتيه شوية. وهنزل عليها ب6 كوبايات من الدقيق. كوباية السمنة بتاخد نص كوباية سكر وكوبايتين دقيق. تمام، انا عشان عاملة 3 كوبايات سمنة حطيت عليهم كوباية ونص من السكر وحطيت عليهم 6 كوبايات من الدقيق. المقدار ده هيبقى معاكي مظبوط قوي. حسيتي ان العجينة بتاعتك لسه سايبة قوي ويعني ايه، اعملي 2 كده واختبريهم، لو لقيتيها ساحت قوي منك يا اما حاطه سكر زياده يا اما ناقصها يا اما عايزه دقيق، عشان برضو مش كل الدقيق زي بعضه، في دقيق بيشرب السوائل ودي ما بيشربش السوائل. بس انت هاتي نوع دقيق يكون مضمون، يا اما تنزلي بالدقيق بتاعك، يعني حطي 6 كوبايات وحطيها في التلاجة شوية ترتاح، بعد كده طلعيها اختبري 2 في الفرن. لقيتيها ساحت قوي حطي عليها شوية دقيق. تمام، لقيتيها تمام ومظبوطة خلاص ابدأي ان انت شكلي فيها وهتبقى اطلع معاكي مظبوطة ان شاء الله وزي الفل. حلو كده الكلام. انا دلوقتي هنزل بالدقيق ومش هعجن، انا بلم الدقيق بس في قلب الخليط بتاعي، بدخل الدقيق في قلب الخليط. تمام كده، وبعد بقى ما ادخل الدقيق في قلب الخليط هي ايوه تحسوها طريه قوي كده وسايبه مش ماسكه نفسها، مفيش اي مشكله، دخلوها التلاجة ساعه ولا ساعتين وطلعوها اشتغلوا فيها هتبقى معاكم زي الفل. انا برضو هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. كده بعد ما دخلتها التلاجة بصوا كانت سايبة في ايدي ازاي، كانت سايبة في ايدي. بعد ما دخلتها التلاجة ساعتين طلعتها بتتشكل معايا بمنتهى السهولة وماسكة نفسها كده وتمام قوي. اوعي تفضلي تحطي فيها دقيق لحد ما قوامها يمسك معاكي وتمسك نفسها كده، عشان خاطر هتطلع ناشفة منك قوي. امشي على المقادير اللي انا قلتلك عليها دي مظبوطة بالظبط، وان شاء الله باذن الله هتطلع معاكي مظبوطة قوي وهتطلع ممتازة باذن الله. تمام كده، انا بشكلها بقى بالشكل دوت. تقدري ان انت تشكليها بقى باي طريقة، ممكن تعمليها حلقات، ممكن بقى تعمليها اصغر من كده اكبر من كده، المقاس والشكل دوت بتاعك انت. تمام، الغريبة بتستوي على نار هادية قوي. ولعي النار من تحت بس في الفرن ووطيها، واول بس ايه يعني هي اصلا ما بتستويش، مسافة كده ما هي تمسك نفسها في الفرن وتحس ان هي بقت تتحرك من مكانها، طلعيها من الفرن على طول. ما تستنياش ان هي تاخد لون، عشان لو اخدت لون منك برضو هتنشف. تمام كده،
حطي بقى عليها مكسرات، تحطي عليها زبيب، تحطي عليها اي جرنشه من فوق كده اللي يريحك. انا حطيت عليها كده مكسرات من فوق. ده الشكل كده، انا بحب المقاس ده جدا وهطلعها لكم. هي طبيعي ان هي هتفك شويه لكن مش هتسيح، هي هتريح بس لكن مش هتسيح. ده كده بعد ما خلصت الكميه كلها وسويتها وبردك كمان. بصوا من تحت ماسكه نفسها ازاي، ومن تحت اصلا بيضه مش واخده لون. الغريبه ما بتاخدش لون خالص 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 خالص. يعني هوريكم واحده دي يعتبر اللي اخدت مني لون بس برضو دايبه تمام. المفروض الغرابة تطلع كلها، يعني انا وريتكم من كل صاج واحدة. بصوا دايبة دوب بجد، دايبة قوي قوي قوي، يعني تحطيها في بقك كده مش هتلاقيها. ومش واخدة لون من تحت، لو اخدت منك لون من تحت هتحسيها ان هي نشفت. هي هتنشف معاكي فعلا في السوا. طريقة الحفظ بتاعها بقى ازاي؟ انا هجيب علبة كده او كرتونة، هحط فيها كيس تلاجة من تحت، هحط فيها كيس تلاجة من تحت وهرص فيها الغريبة بتاعتي كده فوق بعضها تمام. بس يعني هو اصلا من كتر ما هي ناعمه مطبعه في الصاج، يعني من كتر ما هي ناعمه ومظبوطه قوي وسواها مظبوط قوي مطبعه في الصاج. بصوا يعني مطبعه في الصاج اهي من كتر ما هي دايبه. امشوا على المقادير بس مظبوطه وان شاء الله هتطلع معاكم احسن من اللي انا عملتها بكتير. بس عبيتها بقى كده في الكرتونه وهقفلها بقى واسيب الكرتونه، ودي بقى كده اللي اخدت معايا لون شويه بس برضو دايبه. امشوا بقى على المقادير دي وجربوا الطريقة وان شاء الله بإذن الله هتطلع ناجحة معاكم وهتظبط معاكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى ان انتوا تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.